سر ابتسامتي. جلس تميم أمام الطاولة ودفتر ذكريات الأسرة في يده، فتجمعت في مخيلته أحداث الليلة الماضية التي زينها اجتماع الأهل والأصدقاء احتفالا بعيد ميلاد والده. فتذكر والده حين قدم له هذا الدفتر وطلب منه أن يقرأه ويضيف إليه عبارات توثق تلك الذكرى الجميلة. بدأ يقلب صفحات تحتضن ذكريات أسرته الماضية، موثقة باليوم والتاريخ حينا، وبالصور أو القصاصات حينا آخر. لفت انتباهه صفحة تتوسطها صورته وقد كتب إلى جانبها: اليوم أتم تميم عامه الأول، كم أنا متشوقة لذاك اليوم الذي أوصله فيه إلى مدرسته. ارتسمت على وجهه ابتسامة فرح، وأكمل تقليب الصفحات ليتوقف عند صفحة فيها صورته يجلس على مكتب والده، وبجوار الصورة عبارة كتبها والده: اليوم ذهبت ومعي تميم إلى عملي، وأخبرني عن رغبته أن يكون ربان سفينة في المستقبل، ورجائي أن يحقق ما يطمح إليه. صفق بيده وتذكر السفينة التي قدمها جده له في العيد كي يشجعه على تحقيق حلمه، فبحث بسرعة عن ذكرى ذلك اليوم، فوجد إلى جانب ما كتبه جده عبارة خطها صديق للعائلة: سعدت بزيارتكم، أنتم أسرة متعاونة لا تنسى. بعد صفحات عدة وجد صورة له ولوالديه في اليوم الأول للمدرسة، وإلى جانبها عبارة تفيض أملا. ثم اختار صفحة بيضاء وكتب عليها: محبتي لأسرتي لا تتسع لها السطور، وعهد علي أن أكون سر ابتسامتها الدائمة. أتمنى لك يا والدي ويا والدتي الحنون حياة ملؤها السعادة.